السلام عليكم متابعي قناة كانال اس ان سبورتس. معاكم نور الدين سالم. اليوم جبت لكم تحليل كامل ومفصل للمباراة اللي دار فيها المنتخب المغربي أداء رائع ضد أوغندا وانتهت ب4-0. غادي نهضروا على التشكيلة، الأداء الهجومي والدفاعي، ونحلل كل لاعب واحد بواحد باش تعرفوا كل صغيرة وكبيرة على هذا الفوز الكبير. خليكم معايا. أولا، التشكيلة والنهج التكتيكي. لعب المنتخب المغربي بتشكيلة 4-3-3 اللي كتعطي توازن كبير بين الدفاع والهجوم. في الدفاع كان تركيز كبير على الاستقرار. رومان سايس وجواد الياميق مع زملائهم خلقوا جدار دفاعي مزيان ما خلاوش أوغندا تهدد بزاف. الوسط كان متوازن، أمرابط أوناحي مع لاعب ثالث كيمكنوا من بناء الهجمات ودعم التحولات الدفاعية. هاد التوزيع عطى المرونة لوسط الميدان. الهجوم الثلاثي خلى المغرب يقدر يتحرك بذكاء، الأجنحة تعطي عروضيات والعمق يمنح خيارات للاختراقات أو التمريرات الحاسمة. ثانياً، الأداء الهجومي. بدأ المغرب المباراة ضاغط من أول لحظة. الهدف الأول جاء بسرعة، هدف ذاتي من مدافع أوغندا في الدقيقة 4، وهذا أعطى دفعة نفسية كبيرة للاعبي الأسود. الهدف الثاني جاء من إسماعيل الصباري في 33 دقيقة بعد تمريرة من مزراوي. هذا الهدف كيبين التناغم الهجومي والتحركات الذكية داخل منطقة الخصم. في الشوط الثاني المغرب لعب بمسؤولية، رغم أن الوتيرة نزلت شوية إلا أنهم استغلوا الفرص اللي جات. سفيان رحيمي نفذ ركلة جزاء في 79 دقيقة بثقة، وهذا كيبان أنهم تحكم في لحظات الحسم. وأخيرا الهدف الرابع سجلوه بلال الخنوس في الدقيقة 88، وهذا كيعكس العمق ديال التشكيلة. حتى اللاعبين اللي ما بداوش أساسيين قدروا يكونوا عامل فارق في الموعد. ثالثا، السيطرة والاستحواذ. المغرب فرض حضوره في وسط الميدان بنسبة استحواذ كبيرة، استحوذ على الكرة تقريبا 62.5% مقابل 37.5% لأوغندا. من جهة التسديدات المغرب بدا يضغط بقوة، دار 23 محاولة تسديد منهم 11 على المرمى، بينما أوغندا ما قدرت تدير إلا بضعة محاولات قليلة. هاد الأرقام كتبين أن المغرب ما بقى غير يستحوذ، بل حول استحواذ لتهديدات حقيقية على المرمى. رابعا، الجانب الدفاعي. الدفاع المغربي بان متماسك بزاف طول المباراة، وما تخلى الأوغندا تخلق فرص كبيرة. خط الدفاع كيلعب ثقة، والحراسة أو بونو اللي كان في المركز قدم أداء ممتاز، تحكم في المجال، وأغلب المحاولات اللي جات من الخصم ما كانتش خطيرة بزاف. التنظيم الدفاعي والانتقال السلس بين الدفاع والوسط ساعد المغرب يبقى قوي طيلة الوقت. خامسا، الجانب الجسمي والتكتيكي. المدرب وليد ركراكي نجح في خلق توازن كبير بين ضغط هجومي من البداية، زيادة على استغلال أخطاء الخصم، من جهة أخرى استراتيجية ذكية في التغييرات. التغييرات اللي دارهم في الشوط التالي كانوا مهمة، بعض اللاعبين دخلوا تدريجيا وهذا حافظ على النسق دون ما أن الفريق يطيح الأداء ديالو. التمرين اللي دار قبل المباراة كان واضح، التنسيق بين الخطوط دفاع وسط هجوم، وتعليم اللاعبين كيفاش يستثمروا الفجوات في دفاع الخصم. سادسا، الأهمية النفسية والاستراتيجية. هذا الفوز مهم بزاف نفسيا قبل المنافسات الكبيرة بحال كأس أفريقيا، حيث كيعطي دفعة للثقة بين اللاعبين وبين الجمهور. الفوز ب4 أهداف دون استقبال أي واحد كيعكس نزاهة دفاعية وقوة هجومية متوازنة، وهذا رسالة قوية للخسارة من العيان ديال الكان. المغرب جاي جاهز. المنتخب كيبين أنه ماشي غير يعتمد على بعض الأسماء، بل عنده عمق ومجموعة قادرين يعطيوا بزاف حتى من دكة البدلاء. سابعا، نقاط القوة ومجالات التحسين. نقاط القوة: تنوع هجومي كبير، جناح واختراق عمقي، توازن ممتاز بين الدفاع والهجوم، القدرة على تحويل الاستحواذ لفرص حقيقية، ثقة كبيرة في تنفيذ اللحظات الحاسمة مثلا ركلة الجزاء، عمق التشكيلة، لاعبين بدلاء فعالين. مجالات التحسين: يمكن تحسين استغلال بعض فرص لتسجيل أكثر من 4 أهداف إلى بقات الكفاءة التهديفية على نفس المستوى، الحفاظ على نفس الوتيرة الأداء حتى بعد التقدم، الوتيرة نزلت شوية في الشوط الثاني، تجريب حاجات تكتيكية إضافية قبل الكان، الإشراك لاعبين مختلفين وإيجاد تركيبات بديلة فعالة. وهذا تحليل تفصيلي لكل لاعب. حارس المرمى: ياسين بونو 8/10. نقاط القوة: تماسك في التعامل مع الكرات العالية، قراءة صحيحة للملعب، تعامل هادئ مع الدفاع خلاه يبقى منظم،
الملاحظات: ما تعرضش للضغط كبير لأن أوغندا ما خلقاتش بزاف الفرص، لكن هو حافظ على التركيز وفراغات الدفاع. النصيحة: يبقى يطالب الدفاع باش يبني من تحت الضغط ويكون حاضر في تنظيم الخط الخلفي. قلب الدفاع الأول رومان سايس 8/10. نقاط القوة: قيادة دفاعية، تنظيم الظهور والخط، تدخل مهم وكبير باش يقصي الكرات. الملاحظات: الوجود ديالو عطى ثقة لباقي الدفاع، ما طلبش مجهود تهديفي، لكن دوره كان واضح في قطع الهجمات. النصيحة: يواصل توجيه الظهرين ويحتفظ بالتمركز خصوصا ضد الفرق اللي كتهاجم بعروضيات. قلب الدفاع الثاني جواد اليميق 7/5/10. نقاط القوة: صلابة في المواجهة الثنائية، خروج متوازن مع الكرة، تكامل مزيان مع سايس. الملاحظات: خدم واجب الانسداد والضغط، ما عطاش مساحات كبيرة للخصم. النصيحة: يزيد في قراءة التحركات الأمامية خصوصا ضد الأطراف اللي كيدخلوا بالكرات المقطوعة. ظهير الباك الأيمن مزراوي 8/10. نقاط القوة: مساهمة هجومية واضحة، صنع تمريرات الهدف الثاني، قدرات تقنية مزيانة في الربط بين الوسط والهجوم. الملاحظات: تواجد مستمر في الجانب الهجومي بلا ما يتخلفوا فراغ كبير. التمريرة للصيباري كانت حاسمة. النصيحة: يواصل التوازن بين الاندفاع الهجومي والواجبات الدفاعية لأن دوره مهم في تحولات الفريق. الظهير أو الباك الأيسر أنس صلاح الدين 7/10. نقاط القوة: تنظيم دفاعي ومساندة الوسط، المحافظة على التوازن في الجانب. الملاحظات: ما كانش عليه عبء هجومي كبير في هذه المباراة نتيجة التقدم المبكر. النصيحة: يزيد يشارك في الضغط العالي ويفتح مساحة الأجنحة. محور ارتكاز أو وسط دفاعي سفيان أمرابط 8/5/10. نقاط القوة: قطع كرات، تدخلات صحيحة، ربط جيد بين الدفاع والهجوم، وجود وعطاء ثبات في وسط الميدان. الملاحظات: خدم دور المفتاح في استرجاع الكرة وتنظيم التحولات. النصيحة: يواصل التحكم بالإيقاع ويحتفظ بالطاقة باش يغطي المساحات الطويلة. وسط بوكس تو بوكس عز الدين أناحي 8/10. نقاط القوة: حركة متواصلة، دعم هجومي ودفاعي، فعالية في المساندة الهجومية. الملاحظات: أعطى توازن مع أمرابط وخفف الضغط على الدفاع. النصيحة: يحاول يرفع نسبة التمريرات الحاسمة ويركز في الدقة في التمرير الأخير. اللاعب الثالث في الوسط نيل العناوي 7/10. نقاط القوة: دور تكميلي في البناء والتحولات، ساهم في الحفاظ على الاستحواذ. الملاحظات: ما كانش بارز مثل أمرابط أو أناحي في المساهمات الفردية، لكن خدم المهمة. النصيحة: يطور الجانب الهجومي، مثلا اختيار التمرير والاختراق باش يخلق فرص أكثر. جناح أيمن أو مهاجم أيسر إسماعيل الصباري 8/5/10. نقاط القوة: ذكي في التموضع، استغل العروضية باش يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33، حركة داخل المنطقة ممتازة. الملاحظات: واحد من عناصر الحسم في الهجوم، الهدف خلاه يكتسب ثقة كبيرة. النصيحة: يستغل سرعته وتقنيته في المواجهات الثنائية ويحاول يزيد نسبة التسديدات داخل الصندوق. جناح ديما أو مهاجم أيسر سفيان رحيمي 8/10. نقاط القوة: شخصية حاسمة، ترجم ضربة الجزاء بثقة دي 79، حركة ذكية على الأطراف والداخل. الملاحظات: لاعب يجسد الضغط النفسي عند اللحظات الحاسمة، خلق خطر مستمر. النصيحة: يستمر في الانطلاقات داخل الصندوق ويتحسن في التمريرات الحاسمة للمهاجم المركزي. أخو ماش 8/10. نقاط القوة: دخلوا قدم الهدف الرابع دي 88، دليل على جاهزية البدلاء وقدرتهم على حسم المباراة. الملاحظات: تحركات ذكية داخل المنطقة وفعالية في اللحظات الأخيرة. النصيحة: يزيد يخدم على الضغط على مدافعي الخصم من الخط الأمامي ويحافظ على التركيز ديالو في فرص التسجيل القليلة. البدلاء عامة التغييرات كانت فعالة، دخلوا باش يحافظوا على النسق ويكملوا الهجمة. العمق في الدكة باين، واللعب بالفترات البديلة عطى المدرب إمكانية راحة اللاعبين الأساسيين مع الحفاظ على الأداء. تقييم تكتيكي عام للاعبين الملاعب: التشكيلة خدمت مزيان، كل لاعب كان عارف الدور ديالو، التناغم بين مزراوي وصيباري ومساندة الوسط خلى الهجوم يربك دفاع أوغندا. الجانب النفسي:
اللاعبين بداو بثقة من بعد الحسم المبكر دور كبير في تهدئة الأعصاب وتنظيم اللعب. التحسينات الفردية المقترحة، بعض اللاعبين الوسط يقدوا يزيدوا يبدلوا السرعة في التمريرات الأخيرة، والمهاجمين يحاولوا يزيدوا فعالية داخل الصندوق باش ما يبقاوش فرص تضيع. وهكذا وصلنا لنهاية التحليل ديالنا على مباراة المغرب وأوغندا. إلا عجبكم الفيديو وما بغيتوش تفوتوا تحليلات بحال هذه، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في قناة SN Sports وفعلوا الجرس باش توصلكم كل المستجدات الرياضية. شكرا بزاف على المتابعة، ونلقاكم في الفيديو الجاي بإذن الله.